زي النهارده من 3 سنين بالظبط حصلت في تركيا واحده من اكبر الكوارث الطبيعيه اللي حصلت في تاريخها. ما تتوقعش مني ان انا هقول لك 100 او 200 او 300 ماتوا، لا ده اكتر من 52 الف واحد ماتوا واكتر من 120 الف مصاب. الزلزال حصل فين بالظبط؟ حصل في شرق تركيا، يعني كمان حصل في سوريا. يعني العدد اللي انا قلته هو بيشمل البلدين سوريا وتركيا. عايز اقول لكم اليوم ده انا ما كنت موجود فيه في مصر، كانوا اصحابي موجودين هنا وكانوا بيحكوا لي شركات الطيران عملت طيران ببلاش هناك، اللي كانوا بيتطوعوا عشان ينقذوا الناس او يطلعوهم من تحت الانقاض. يعني تركيا كلها، وسواء اللي كانوا اتراك او غير اتراك حتى اللي عايشين هنا في تركيا، كان كلهم فعلا ايد واحده في اليوم ده. بس لما الكارثه الطبيعيه بتحصل ما بيبقاش قدامنا غير ان احنا نقبل قدر ربنا ونقول الحمد لله. بس عايز اقول لكم ان في حتت كتيره جدا من اللي هناك اللي هي اتضررت بالزلزال، وفي خلال 3 سنين اهو اتعمرت من تاني واتسلمت الشقق بتاعتها للي هم قرايب المصابين، وواحده واحده الموضوع بيبدا يعني يتظبط. ادعوا للمتوفين بالرحمه، وربنا يستر على كل الاخبار اللي احنا بنسمعها اللي ليها علاقه مثلا بالزلزال او ان الزلزال يحصل فجاه، لان الموضوع المفاجئ بيكون صعب، بس قدر ربنا دايما ايه، الحمد لله عليه.